في الوقت اللي السوشيال ميديا مولعة بخلافات وتوتر مصطنع بين مؤثرين من مصر والسعودية، ولما بقول مصطنع فأنا قاصد الكلمة، لأن اللي متابعني كويس عارف إن أنا قلت قبل كده إنه أحيانا الخلافات اللي بتتصدر لنا ما بين مثلا إحنا والسعودية أو إحنا والإمارات أو إحنا والجزائر أيا كانت الدولة، أحيانا بتكون خلافات مصطنعة وبتكون الدولة نفسها اللي مصدراها علشان يكون نوع من التمويه لأسباب هتعرفوها دلوقتي. عايز تعرف؟ هقولك، بس قبل ما اقولك ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب علشان دايما هتلاقي هنا الخلاصه مع اسلام عنور. يلا بينا. خلف الكواليس القيادات العسكريه بتشتغل في صمت على ملفات مصيريه وخطيره جدا. محدش كان يتخيل ان الزيارات العسكرية دي تحصل بين البلدين في عز التوتر الاعلامي ده. زيارات غامضة جدا ولكنها حاسمة. رئيس اركان الجيش المصري الفريق احمد خليفة قام بسلسلة زيارات سريعة خارج الاضواء كشفت عن تنسيق استراتيجي غير مسبوق. اول حاجة كانت السعودية، زيارة رسمية التقى فيها برئيس اركان الجيش السعودي وتبادلوا فيها الاتفاقيات العسكرية، والهدف المعلن غير واضح حتى الان، ولكن تابعوني ان شاء الله اول ما تظهر باقي الاهداف هعلن عنها في فيديو تاني. لكن الهدف الخفي هو التنسيق الاستراتيجي حول امن المنطقة. الزيارة التانية بورت سودان، ودي كانت مباشرة بعد السعودية. اتوجه لميناء بورت سودان وده مقر الحكومة السودانية الجديد حاليا لتأكيد الدعم المصري للجيش السوداني. ايه سر الترتيب ده؟ وليه جت الزيارات دي دلوقتي بالتزامن مع استعدادات الجيش السوداني لهجوم مضاد في الفاشر؟ الإجابة موجودة في ملفين شديد الخطورة. ملف إريتريا، الخطر الجاي من إثيوبيا. الهدف المشترك واللي في الأولويات ما بين مصر والسعودية هو تأمين البحر الأحمر والرد على تهديدات أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا. أبي أحمد هدد تهديد صريح وبيصعد وبيقول إن إثيوبيا أكبر دولة حبيسة وعدد سكانها 130 مليون نسمة، وإنها لازم تستعيد الموانئ بتاعتها على البحر الأحمر، وبيرفض الاعتراف بالانفصال التاريخي لإريتريا. والمخابرات الإريترية رصدت تحركات عسكرية وحشود إثيوبية قرب قرية بور الحدودية، وده بيأكد إنه في استعداد حقيقي لعملية عسكرية للوصول لميناء عصب الاستراتيجي. وهنا جه الرد الفوري من مصر والسعودية. رئيس إريتريا اسياس افوركي زار القاهرة 5 أيام لمناقشة التطورات العسكرية، ووزير الخارجية المصري أكد إن حوكمة البحر الأحمر شأن يخص الدول المتشاطئة فقط، وتحديدا مصر والسعودية، ورفض بشكل قاطع أي تدخل لدول حبيسة، وذكر بالاسم إثيوبيا. السعودية عندها استثمارات ضخمة في موانئ إريتريا ومش عاوزة إثيوبيا توصل للبحر الأحمر، لأن إسرائيل ممكن تدعم إثيوبيا عسكريا، وده ممكن يزيد تعقيد الصراع ضد الحوثيين. الخلاصة، تحرك القادة العسكريين في مصر والسعودية هو رسالة واضحة بتحالف بحري إقليمي لحماية إريتريا ومنع إثيوبيا من السيطرة على الموانئ. على الناحية التانية السودان، دعم متوازي. التنسيق المصري السعودي مش واقف على دعم إريتريا فقط، لكن كمان بيشمل ضرورة دعم الجيش السوداني ضد ميليشيات الدعم السريع، لأن السعودية مش عايزة ميليشيات مسلحة تسيطر على ميناء بورت سودان الحيوي، زي بالظبط ما هي مش عايزة إثيوبيا تسيطر على حدودها البحرية. يا رب الرسالة تكون وضحت للجميع. العلاقات المصرية السعودية أكبر بكتير من بوست أو فيديو مسيء. دي علاقات قايمة على أهداف استراتيجية وتأمين حدود، والجيشين بيشتغلوا مع بعض على أكتر من جبهة في نفس الوقت. في حاجة كمان مهمة جدا، إيه السر وراء اهتمام الدولة المصرية في التركيز على تحديث أسطولها البحري؟ البحرية المصرية بتتحدث دلوقتي وفي كلام عن الغواصة الإسبانية S80 أو الفرنسية سكوربينا، يا رب أكون بقولها صح، مش رفاهية زي ما البعض فاكر، ولكن هي خطة بديلة لتكون القوة الضاربة القادرة على تدمير أي تواجد أو معدات إثيوبية على ميناء عصب في حالة فشلت التحركات الدبلوماسية والعسكرية من منعهم للوصول. السؤال بقى لحضراتكم، هل تتوقعوا حرب في القرن الإفريقي؟ استني رأيكم في التعليقات. واللهم انصر العرب وانصر فلسطين وانصر أهلنا في السودان. تحيا مصر والسلام عليكم.